عارفه انك اول ما بتدخلي الجيم بتروحي للكوتش بتاعك او المدربه بتاعتك تقولي لها انا عايزه اتمرن حديد واوزان وبتاع، بس انا خايفه جسمي يبقى زي جسم الرجاله او خايفه كتافي تعرض. فهي اول حاجه او هو اول حاجه يقولوها لك ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، انتي اصلا جسمك جسم بنت والبنات ما بيطلعلهاش عضلات، ده احنا كرجاله بنغلب عشان نطلع عضلات. تقوم انتي تيجي تقولي ان عضلاتك هتكبر كده بالسياسه؟ مفيش حاجه اسمها كده. خش اتمرني، خش خدي لي اجهزه الابر بادي دي 3 في 10 كلهم، يلا. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ اكيد حصل مع اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، انا متاكده. هلو جيرلز، عاملين ايه؟ النهارده موضوعنا شائك وانا عارفه ان هيبقى فيه عريك ومشاكل كتير، بس يعني انا قدها. في اخر فيديو اتكلمنا على لو كتفي عريض او جسمي مثلث مقلوب اتمرن في الجيم ازاي، ابعد عن ايه، ما بعدش عن ايه، واديتكم كمان جدول تدريبي كامل. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه. طيب النهارده بقى هنتكلم عن طب لو انا اصلا جسمي انثوي عادي جدا او رسمة جسمي طبيعية جدا، بس انا خايفة الجيم يبوظ لي جسمي، في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها كده. ممكن الجيم يبوظ لك شكل جسمك او يخلي شكل جسمك يبقى ذكوري، ودي اظن شفناها كتير في بنات على السوشيال ميديا او مدربات على السوشيال ميديا، بقوا مور ماسكولار من فوق، معضلين من فوق اكتر. شفنا ده بعينينا. في بنات جسمها متناسق عادي جدا دخلت الجيم عشان اصلا تخس وتكبر الجلوتس وتصغر وسطها، فجأة لقت ان كتفها هو اللي عرض مش الجلوتس ولا حاجة. طيب ايه اللي يخلي حاجة زي كده تحصل؟ انا عارفه انك اول ما بتدخلي الجيم بتروحي للكوتش بتاعك او المدربه بتاعتك تقولي لها انا عايزه اتمرن حديد واوزان وبتاع، بس انا خايفه جسمي يبقى زي جسم الرجاله او خايفه كتافي تعرض. فهي اول حاجه او هو اول حاجه يقولوها لك ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، انتي اصلا جسمك جسم بنت والبنات ما بيطلعلهاش عضلات، ده احنا كرجاله بنغلب عشان نطلع عضلات. تقوم انتي تيجي تقولي ان عضلاتك هتكبر كده بالسياسه؟ مفيش حاجه اسمها كده. خش اتمرني، خش خدي لي اجهزه الابر بادي دي 3 في 10 كلهم، يلا. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ اكيد حصل مع اغلب اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، انا متاكده. هل خوفك في محله؟ خوفك في محله، وفعلا ممكن كتافك تعرض لو بتتمرني بطريقه مش محسوبه. والدليل على كده اني لو بصيتي على لاعبات السباحة، لاعبات الكروسفيت والباور ليفتر، هتلاقي اغلبهم كلهم كتافهم من فوق عريضة وعندهم ترابيس. ليه؟ لان هي دي العضلات اللي بيستخدموها، دي اكتر عضلات بيستخدموها. فاكتر عضلات هتستخدميها، اكتر عضلات هتتمرنيها، هي اكتر عضلات هتكبر. طب انا هتمرن العضلات دي عشان اصلا تخس. انت دلوقتي عندك دهون في جسمك كله ورايحه عشان تخسسيها، فبتلعبي حديد عشان وانت بتخسي جسمك يتشد. وظيفه الحديد هنا ايه؟ وظيفته ان هو يبني لك كتله عضليه. مفيش حديد بيخسس، في حديد بس يبني كتلة عضلية ويزود معدل الحرق عشان هو بيبني كتلة عضلية. يعني معدل الحرق بيزيد عشان بنينا كتلة عضلية. فالحديد بيبني، او تمارين المقاومة عموما بتبني عضلات. فانتي لازم تبقي مدركة الحتة دي وانتي بتتمرني. انا بلعب ايه دلوقتي؟ ايه العضلة اللي شغالة دلوقتي عشان اعرف هتكبر لما تكبر، او لو كبرت انا هبقى عايزه ده ولا شكلها هيضايقني. هنا نفرق ما بين حاجتين، عظم وعضلات. العظم في الجيم مش حتتنا خالص. العظم في الجيم ما هو الا حاجه كثافتها بتزيد وبتبقى اقوى مع التمرين، ودي من مزايا التمرين للعظم، ان كثافه عظمك بتزيد. يعني الناس اللي عندهم هشاشه عظام لما بيروحوا او الدكاتره بيخلوهم يروحوا يتمرنوا في الجيم عشان كثافه عظمهم تزيد. طيب العضلات دي بقى لعبتنا، تمرين المقاومه ايا كان شكله، حديد، بودي ويت او بوزن الجسم، او حتى لو بيلاتس، هو في النهاية بيبني عضلات. فمفيش حاجة اسمها هروح الجيم النهاردة عندي upper body عايزة اخسس جسمي من فوق فهروح افضل اتمرن تمارين كتير على الupper body عشان اخسس. مش هتخس، هتكبر.
في نوع كده من البنات بقابلهم في الجيم دايما، كابتن انا عندي النهارده ابر بودي، هاخد الاجهزه كلها، او شغليني اجهزه، اجي شغاله مثلا تمارين حره او تمارين مركبه اللي انا بقول لكم عليها، او تمارين توازن، يزهقوا ويقولوا لي ما تشغليني على الاجهزه وخلاص. اجهزه الجيم بتاعت الابر بودي، لو انتي رحتي يوم مثلا عندك النهارده باك وخدتي لفيتي على كل اجهزه الباك وخلصتي، انتي كده خدتي تمارين ظهر كامله صح؟ لا، ما خدتيش تمارين ظهر كامله. انتي لو فكرتي وقعدتي تحسبي كل جهاز فيهم بيشغل ايه، هتلاقي نفسك اشتغلتي على نفس العضله 3-4 مرات. اغلب اجهزه الجيم بتبقى العضلات مكرره بس شكل التمرين مختلف. يعني ممكن تلاقي في الجيم جهازين لات بول داون بس اشكالهم مختلفه، فانتي وانتي بتتمرني في الجيم تفتكري نفسك لعبتي عضلتين مختلفين عشان اشكال الاجهزه مختلفه، والحقيقه انه لا، هي نفس العضلات المستهدفه عادي. هتلاقي برضو في اجهزه الشست كده، هتلاقي جهازين بيعملوا نفس الحاجه شست بريس بس اشكالهم مختلفه، واحد مثلا بليت لودد وواحد بالبلاطات او بالمسمار. هي نفس الاجهزه، هي نفس العضلات، الفرق ان اشكالهم مختلفه او طريقه تحميل الاوزان مختلفه. وانتي بتتمرني وانتي مش شايفه حاجه، وعماله تشيلي في اوزان وتتمرني في عدد تمارين كبير للابر بادي، تخلصي التمرينه تبقي واخده حجم تدريبي كبير لعضلات الابر بادي، طبيعي هتكبر لان الحجم التدريبي من عوامل البناء العضلي. فانت لما تتمرني حجم تدريبي كبير، يعني عدد تمارين كبير او عدد مجاميع كبير للابر بادي او الجزء العلوي، كتف ظهر صدر، طبيعي العضلات دي تكبر طبيعي. لو هدفك انك تخسي او انك عموما تبني جسم انثوي في الجيم وجسمك ما يبصش وكتافك ما تعرضش وظهرك ما يوسعش، اوعي تسمعي للناس اللي بتقول مفيش حاجه اسمها بنت يطلع لها عضلات، او ما تخافيش كتافك عمرها ما هتكبر، او لو انت عايزه تخسسي دراعك او لو عايزه تخسسي كتافك روحي العبي على جهاز الكتف اللي هناك، ولا العبي تمرين الكتف ده عشان كتفك يخس ولا دراعك يخس. مفيش حاجه اسمها كده. طب نعمل ايه؟ بالترتيب كده. انت بنوته رايحه الجيم عشان تخسي وتشدي جسمك، ملوش لازمه خالص انك تلعبي بالسبلات بتاعت كل يوم عضله، يوم ظهر يوم صدر يوم كتف. انت مش روني كولمان، انت مش طالعه المسرح بكره. مفيش حاجه اسمها كده. الابر بادي اخره معانا مره في اليوم حلوه قوي. تاني حاجه، حضرتك مش مضطره خالص تفضلي تشيلي في اوزان وتعلي على نفسك كل مره وتكسري اوزان كل مره في الجيم. انت مش مضطره تعملي كده في الابر بادي. فكره اننا نكسر الاوزان دي عموما حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود، او حاجه بتطور الاوزان بتاعتنا، دي عامل من عوامل البناء العضلي. هبني عضلات بس في نفس الوقت هتكبر. احنا عايزين نبني عضلات بس من غير حجم عضلي كبير. تالت حاجه، مفيش حاجه اسمها بلعب ابر بودي اكتر من مره في الاسبوع، واقصد هنا بالابر بودي هو الكتاف والشست والباك، ما بيتلعبوش اكتر من مره في الاسبوع. ممكن تاخديهم كلهم مع بعض او اسميهم زي ما انت عايزه، بس هي مره واحده في الاسبوع وتمرين او 2 بالكتير لكل عضله. مش مضطره تاخدي 4-5 اشكال للظهر ولا 4-5 اشكال للصدر. ليه؟ واهم حاجه بقى في كل الرغي ده هو الاكسرسايز سيلكشن بتاعك او اختيارك للتمارين. لو انا دلوقتي قررت ان انا خلاص هتمرن ابر بودي مره واحده في الاسبوع، فاختيار التمارين اللي انا هتمرنه جوه يوم الابر بودي هو اهم حاجه. يعني ما ينفعش انا اكون قررت ان انا اتمرن ابر بودي مره واحده في الاسبوع عشان ما ابنيش كتله عضليه او حجم عضلي كبير في الجزء العلوي، واروح حاطه مثلا شولدر بريس ولاترال ريز وكل تمارين الكتف، واحط معاها تمارين الظهر 3-4 اشكال لتمارين الظهر و3-4 اشكال للشست. اكيد لا، احنا هناخد شكل او شكلين لكل عضله وما يكونوش تمارين عزل. يعني لو هناخد تمرين ظهر هيكون بنت اوفر رو ومعاه باك اكستنشن، لو هناخد تمرين او تمرينين للشست هيكون سويس بول بريس عشان يكون داخل معاه الكور، وهيكون مثلا بوش اب، تمارين مركبه كلها. لو هناخد تمارين للكتف ودي اهم حاجه، مش هناخد ابدا تمارين الكتف المعروفه اللي هي الشولدر بريس واللاترال ريز والفرونت ريز والفيس بول. كل دي تمارين عزل لعضلات الكتف، وحرفيا هي دي اللي هتكبر حجم الكتف. طب هنتمرن ايه؟ نتمرن كتف بطريقه غير مباشره عن طريق تمارين البلانك. وكده كده تمارين الظهر اللي احنا عملناها كلها وتمارين الشست كلها
كتافك شغاله معانا، يعني كتافك اتمرنت مش ما اتمرنتش. لو انت ما اتمرنتيهاش خالص مش هيحصل حاجه، لانها دخلت كعضلات مساعده بنسبه كبيره في تمارين الظهر وفي تمارين الشست. وما تسمعيش كلام اللي يقولك لو انت ما اتمرنتيش كتف يبقى كتفك هيتصاب، مش هيحصل ده، لان كده كده احنا مش هدفنا اننا نشيل اوزان عاليه ونكسر اوزان في تمارين الابر بودي اللي هو الظهر والشست. ده مش هدفنا، عشان ده مش هدفنا واحنا مش بنتمرن بشده تدريبيه عاليه في الابر بودي، مش بنتمرن بحجم تدريبي عالي، بنتمرن بس تقويات. عمر ما كتفك هيتصاب. ما تستقليش بنسبة المساعدة اللي كتفك بيقوم بيها في تمارين المركبة بتاعت الابر بودي بتاعت الشست والباك. يعني واحنا بنلعب شست بريس كتفك الامامي والجانبي الاتنين شغالين بنسبة كبيرة جدا، وفي ناس اصلا بتحس بكتفها قبل ما بتحس بعضلات الشست كمان. لو انتي شغالة كل تمارين الظهر او 60-70% من تمارين الظهر بتشغل الرير دلتويد او الكتف الخلفي وعضلات الروتيتو كاف كلها بنسبة كبيرة مش قليلة ابدا، فكتافك كده كده شغالة معانا. لو هنشتغلها عايزين تمرين بقى سبيسيفيك للكتف ممكن نشتغله عن طريق مثلا شولدر تابس. واخر حاجة لازم الدايت بتاعك يكون هدفه البادي ريكومبوزيشن. فكرة ان انت تكوني بتتمرني حديد بتشيلي اوزان وانت اصلا مش عاملة دايت ومش عامله عجز سعرات، ده معناه بناء عضلات بصوره اسرع. كل ما بتكوني بتدخلي فائض من السعرات وانت بتتمرني انت كده بتعملي حاجه اسمها بالك، بتكبري عضلات بسرعه، وتكبير العضلات اللي بسرعه بيكون ساحب معاه دهون، وجسمك هيبدا يخزن دهون في الاماكن اللي بتتخزن فيه حسب جيناته. ولو انت جيناتك اصلا جسمك بيخزن دهون في الجزء العلوي هتحسي ان الجيم هو اللي بوظ لك جسمك، مع اني لا، مش الجيم هو اللي بوظ لك جسمك، هو انت اللي اكلتي زياده عن السعرات اللي المفروض تاكليها، في نفس الوقت بتتمرني حديد فبتبني كتله عضليه. النتيجه الطبيعيه ايه؟ جسمك خزن دهون حسب جيناته حسب طبيعته. في ناس بتخزن دهون بسرعه في الابر بودي، في ناس في اللور بودي، على حسب. وبس كده. لو ما تعرفنيش انا كوتش ودي مدرب معتمد من نسمه من اساسيه وخصوصيه تغذيه رياضيين. وما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان الفيديو اللي جاي هيكون عن جسم التفاحه، هيوصلك وتقولي لي ايه رايك فيه. بس كده.